أنا اسمي ريم، منتقبة الحمد لله. الناس كلها بتشهد إن أنا ملتزمة جدا جدا، وفعلا أنا كده. اتقدم لي شخص كنت بحترمه جدا وبقدره جدا جدا، واتخطبنا فترة مش طويلة واتجوزنا على طول. وكانت دي بداية جوازي بقى. كان كل يوم أطلع البلكونة ألاقي جارتي اللي قصادي واقفة تقريبا بقميص النوم اللي هي تنام بيه، ومن غير أي خجل ولا كسوف. طبعا الموضوع ده كان مؤذي جدا ليا بطريقة غير طبيعية، خصوصا إن أنا لسه عروسة جديدة ومش عايزة جوزي يشوف المناظر ديت. تجاهلتها مرة واتنين وتلاتة، بس بعد كده بقت كل ما عيني تقع عليها ألاقيها بتبصلي أنا بقرف، مع إن أنا معرفهاش ولا جيت جنبها. بقيت أنا كمان ببصلها بقرف، وببصلها وأنا مش عاجبني اللي هي بتعمله. قلت يمكن هي يعني تفهم اللي بتعمله ده غلط وتبطله، بس هي ولا كأنها هنا. خرجت آخر مرة لقيتها قعدتها لابسة كمان أسوأ من كل مرة. كلمتها بذوق وبالراحة وقلت لها يا حبيبتي أنا قلقانة عليكي وحرام إن انتي بتعمليه ده، ما ينفعش تقفي بالمنظر ده، وكمان في رجالة كتير في كل مكان، جوزي وغيره. وفهمتها بطريقة غير مباشرة. قالت لي بالظبط كده، وانتي مالك ومال أهلك، اتلمي بقى أحسن ما زعلت مني. ردها كان غريب وقاسي جدا. قلت ايه ده مش بني آدمة دي ولا ايه؟ مش المفروض ان هي تراعي الجيرة؟ أول مرة أشوف حد بالفجر ده. ما كنتش عارفة أرد عليها. رحت داخلة أوضتي وقلت خلاص ربنا يهديها، بس أنا من جوايا كنت هولع، ومش قادرة أتخيل ولا أتصور إن أنا هكمل حياتي في المكان ده، وبالذات لما يكون عندي جارة زي دي بقلة الأدب بتاعتها دي. ما كنتش عارفة بصراحة أعمل إيه، لحد ما توقعاتي كلها فعلا حصلت. لقيت جوزي في مرة من المرات بيرفع ستارة البلكونة كده وبيبص على حد، بس أنا ما كنتش عارفة ولا شايفة مين. فتحت شباك الصالة علشان أشوف هو بيبص على مين، ولقيته فعلا كان بيبص عليها. ما هو راجل برضو، ودي واحدة أنا ذات نفسي شكلها بيلفت انتباهي، بتلبس لبس فظيع، يعني غير طبعا شكلها ومكياجها وطريقتها وجسمها اللي كله أنوثة. أنا كنت مكسوفة لها وأنا ببص عليها بالشكل ده. تخيلوا انتوا المنظر بقى. طبعا للأسف أنا كنت عارفة إن ده كله ممكن يحصل، وفعلا هو عنده حق، ممكن يتفتن بيها. زعقت في وقتها وشتمتها، والأول مرة أتدخل وزعق مع حد، وزقتها علشان تدخل وتلم بقى نفسها وكفاية كده. بس برضو ردت عليا، وصوتنا عالي وقعدنا نزعق والجيران كلهم سمعونا. وجوزي وقتها هداني وخلاني أسكت وقال لي عندي الموضوع وكفاية كده. وطبعا أنكر تماما إن هو كان بيبص لها. لما واجهته وقلت له أنت كنت بتبص عليها، قال لي مفيش أي حاجة من دي حصلت. وطبعا سكت، وأنا مش هقول له حاجة، على أساس إن هو كان بيبص في الشارع، بس أنا كنت متأكدة إنه بيبص لها. فضلت كاتمة في نفسي وساكتة لحد ما جوزي طلع تاني وقال لي إن هو لقى حد عامل بيبي وعامل حمام على السلم، وفي ريحة بشعة جدا. قلت له يمكن كلب ولا قطة ولا حاجة. قال لي لأ، ده شخص. قلت له خلاص معلش هنمسح السلم وخلاص. بس للأسف الموضوع ما وقفش لحد هنا، وبقينا كل يوم تقريباً بننزل نلاقي فضلات إنسان في ردن السلم. بصراحة الموضوع ده كان مؤذي جداً. بقيت مش طايقة نفسي ولا المكان ولا طايقة العيشة اللي أنا كنت فيها. كنت مقضية حياتي كلها ذكر وأذكار وقرآن علشان أتخطى القرف ده، لأني فعلاً كنت ضغط على أعصابي جداً وما كنتش حابة الحياة. لحد في مرة وأنا نازلة لقيت بنتين صغيرين قوي، هما دول اللي بيعملوا كده. مسكتهم وكنت عايزة أضربهم، كنت عايزة أخوفهم، لأن فعلا كنت متغاظة منهم قوي. بس أول ما بصيت في وشهم لقيت عليهم خوف كبير، مش عارفة إيه الخوف ده كله. أول مرة أشوف حد مرعوب كده. ووقتها حسيت إن أنا أشفقت عليهم. سبتهم وبدأت أكلمهم بالراحة وأقول لهم إن عيب اللي بيعملوه ده. لقيتهم وفهم بيقولولي إن هم قد تيسير الست اللي كل يوم قال يهدمها في البلكونة. وعرفت إن هي اللي بتسلطهم يعملوا كده، وبتنزلهم كل ما يقولوا لها إن هم عايزين يعملوا بيبي، وبتقول لهم لو حد شافكم هقتلكم وهقطعكم من الضرب، تعملوا كده من غير ما حد يشوفكم. وفضلوا يعيطوا، وكان كل همهم إن أنا ما أقولش لأمهم
علشان ما تضربهم زي ما هي قالت لهم. صعبوا عليا قوي بشكل مش طبيعي. هم برضو ضحايا وملهمش ذنب. الذنب عليها هي اللي سلطتهم عليا علشان خاطر كانت متغاظة مني. المهم سبتهم يمشوا ومسحت مكانهم وسكت وفوضت أمري لله، وقلت إن أنا مش هقول لها علشان خاطر ما تأذيش الولاد. وفضل الحال على كده. بس أنا بقى طلبت منهم كل ما هي تبعتهم يعملوا بيبي في السلم يجولي وأنا هدخلهم الحمام. واتحملت الأطفال كل مرة ييجوا عندي يعملوا حمام ويروحوا يقولوا لها إن هم عملوا في السلم زي ما هي طلبت بالظبط. وهي ما بطلتش عادتها إن هي في البلكونة ولابسة لبس خلع. والموضوع اتطور معاها وبقت تشغل أغاني صوتها عالي جدا، وكانت كمان بتخش في الصالة عندها وتقعد ترقص وتتمايع وتعمل حركات أي راجل هيشوفها هتثير غرايزه. وطبعا أنا متأكدة إن هي قصده ده. وكمان بتسيب البلكونة بتاعتها مفتوحة وتفضل تبص على بلكونتي، وطول ما هي بتعمل كده وأنا بدعي ربنا يهديها أو يخلصني منها على خير. لأني بجد تعبت، خصوصا لما حسيت بتغيير من ناحية جوزي وكأنه مسحور بيها. طول ما هو قاعد باصص على البلكونة حتى لو هي مش موجودة، وبقى يتعمد دايما يكون واقف في البلكونة لأي سبب ومن غير سبب علشان بس يشوفها. فهمت وقتها إن هو فعلا انجذب لها، ولو إني معذوراه بس برضه من جوايا زعلت منه. المفروض أخلاقه غير كده. وفضل الوضع ده مستمر لحد ما تعبت تعب غريب. كنت طالعة من باب الشقة وحسيت بدوخة غريبة قوي، وكنت هقع على السلم. رجعت على شقتي وفضلت مصدعة طول اليوم تقريبا، ولا أي مسكنات نافعة معايا ولا حتى أدوية. نمت تقريبا حوالي 24 ساعة متواصلين. طول ما أنا نايمة كنت حاسة إن في حد بيخنق فيا، حد طابق على نفسي بطريقة مش مفهومة. وفين وفين لما صحيت من النوم على صوت أغاني في الصالة بتاعت شقتي. أنا الموضوع كان مريب وغريب، ما كنتش أصلاً فاهمة ده حلم ولا بجد. دايماً كنت بشغل القرآن عندي، أنا ما بحطش أغاني. خرجت وأنا دايخة ولقيت حياة بترقص عندي في الشقة ومشغلة الأغاني أعلى صوت زي ما كانت بتعمل في شقتها. شفتها وصوت وحاولت إن أنا أضربها وأتخانق معاها، بس كنت تعبانة قوي وكأني في غيبوبة. وقرفت منها وهي بدأت ترقص حواليا وتضحك لي لحد ما أنا وقعت من طولي. فقت تاني يوم ما لقيتش أي حاجة، مش عارفة ده حلم ولا حقيقة ولا إيه بالظبط، بس في صوت أغاني ما بيروحش من شقتي أبداً. أنا ببقى سامعة نفس الأغاني اللي بتشغلها حياة في شقتها، وبقيت أوقات بصحى من نومي وأنا دايخة علشان ألاقيها بترقص في الشقة عندي. وكمان بقيت بشوف جوزي وهو قاعد بيتفرج عليها ومستمتع بيها قوي. ولما حاولت أقاوم الغيبوبة اللي بتبقى جوايا ضربتها بالطفاية بتاعت السجاير اللي كانت عندي على الترابيزة. لقيتها اتحولت قدامي، ولقيتها بتبصلي بصة جامدة قوي، جمدت الدم في عروقي وطلعت لي لسانها وقعدت تتحرك قدامي زي الزواحف كده، وعينيها بقت حمرة ومرعبة. دخلت أوضتي بالعافية وقفلت الباب، ولقيتها بتخبط وبتنادي: مش عايزة تشوفي بناتي وهم بيوسخوا السلم بتاعك؟ أنا هفضل وراكي كده لحد ما موتك خالص. فضلت أعيط من كتر الجنان اللي أنا بقيت فيه، مش عارفة مالي ومش مصدقة اللي أنا بشوفه. لحد ما في مرة فتحت البلكونة الصبح ولمحت راجل عندها، كان شبه جوزي بالظبط. ومن ساعة ما شفته وأنا هتجنن. وأول ما جوزي جه من بره وواجهته لقيته بيزعق لي وصارخ عليا: أنا خلاص مش قادر أتحمل، انتي بقالك فترة بتقعدي تصوتي طول الليل وعندك هلاوس ومش عارف أعمل معاكي إيه. أنا بقيت بخاف منك، دايما تقوليلي حياة عندنا في الشقة ومفيش حد، ودايما تقولي إن أنا بخولك، وأنا تعبت بجد من كمية الاتهامات دي. وفعلا أنا ما كنتش فاهمة وكنت مرتبكة ومش عارفة أعتذر ولا أنا الغلطانة ولا إيه بالظبط. طب اللي بشوفه ده حقيقي ولا هلاوس ولا إيه بالظبط؟ بس كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية،
وحسيت إن هو بيعاني مني، بس ما كنتش عارفة أصدق ولا لأ. حالتي الصحية بقت صفر، بجد كنت منهارة. لكن اعتذرت له وقتها وطلبت منه إن هو يسامحني، لأن أنا فعلا مش عارفة إيه اللي أنا فيه. بس هو ما قبلش اعتذاري. بقت حالتي زي الزفت، بشوف خيالات وهلاوس غريبة، وعلشان أحمي بيتي وجوزي ما بقيتش بواجهه ولا بتكلم. كنت بخرج لما بسمع صوت أغاني أو أسمع صوت حياة في شقتي، وكفاية هلاوس لحد كده. كنت بقعد أكلم نفسي وأقول ده أكيد مش حقيقي، وكنت بحاول إن أنا أنشغل بالقرآن، بس مش عارفة كان مالي. لحد ما فوجئت في يوم بواحدة جارتي، لقيتها بتزورني. كانت زعلانة قوي، زعلانة على شكلي اللي متدمر، وقالت لي إنها بيجيلها إن حياة بتدخل شقتي، وكمان جوزي كان بيدخلها.